الفلوس مش صاحبك ولا عدوك، هي لعبة لازم تتعلم تلعبها صح. لو فهمت قواعدها هتخلي الفلوس تشتغل لحسابك، مش انت اللي تشتغل علشانها. رجعنا تاني مع سلسلة الأب الغني والأب الفقير، والنهاردة هنجاوب على سؤال هيغير حياتك لو فهمته: ليه لازم تتعلم الثقافة المالية؟ روبرت بيقول: صديقي مايك ورث إمبراطورية والده، ومش بس حافظ عليها، ده كمان وسعها. أما أنا فتقاعدت وأنا عندي 47 سنة، وزوجتي عندها 37 سنة. لكن التقاعد مش معناه إني بطلت شغل، الفرق إن دلوقتي أصولنا كبرت لدرجة إنها بتعظم نفسها حتى مع التضخم. الموضوع يا صديقي أشبه بشجرة زرعتها زمان، فضلت تسقيها وتعتني بيها، ولما كبرت بقت تطرح ثمار من غير ما تتعب نفسك. في الأول بتبذل مجهود كبير، لكن بعد كده أصولك بتشتغل لوحدها. مايك اختار يدير الإمبراطورية وأنا اخترت التقاعد، وكل ما أتكلم مع الناس أسمع نفس الأسئلة: أبدأ منين؟ وإيه سر النجاح؟ وإزاي أكسب ملايين؟ لكن اللي بيخوفني إن كتير منهم بيهتم بالفلوس أكتر من أهم ثروة عندهم، وهي التعليم والمعرفة. الذكاء هو اللي بيحل المشاكل وبيجيب المال، أما المال من غير ذكاء بيتبخر. أنا مؤمن إن أي حد يقدر يتنقل من مستوى مالي لمستوى أعلى لو كان عقله مرن منفتح وبيتعلم طول الوقت. لكن اللي بيشوف الفلوس هي الحل الوحيد بتقابله أزمات مالية كبيرة. أغلب الناس فاكرين إن المهم هو أنت بتكسب قد إيه، لكن الحقيقة والأهم هي أنت بتحتفظ بإيه. عشان كده لما حد بيسألني أبدأ منين، برد عليه بنفس اللي قالهولي الأب الغني زمان: لو عايز تبقى ثري لازم تتعلم عن المال. والدي المتعلم كان بيشجعنا نقرا كتب، أما الأب الغني فكان بيشجعنا نتعلم الثقافة المالية. وهو شبه الموضوع ببناء ناطحة سحاب: لو الأساس ضعيف أي عاصفة هتهدها، لو الأساس متين هتبني عليها إمبراطورية كبيرة. وأول قاعدة علمها لنا: اعرف الفرق بين الأصل والخصم واشتري الأصل. الأصل يا صديقي حاجة بتحط فلوس في جيبك، أما الخصم حاجة بتسحب فلوس من جيبك. الموضوع بسيط، لكن أغلب الناس بتتلخبط، والسبب إن التعليم التقليدي ما بيشرحش الفرق. احنا بنتعلم القراءة والكتابة لكن مش بنتعلم نقرأ لغة المال. الفرق في الواقع: الفقير دخله من شغله بيروح على الضرايب والمصاريف، والطبقة المتوسطة دخلها من شغلها برضه بيروح على القروض والأقساط والمصاريف. أما الغني عنده أصول بتجيب له فلوس بيشتري بيها أصول أكتر. القانون بسيط: لو عقلك مبرمج على الصرف أي زيادة في الدخل هتكون زيادة في المصاريف. والكارثة إن معظم الناس بيخرجوا من المدرسة من غير مهارات مالية تحميهم، فيشتغلوا بجد ينجحوا في مجالاتهم وبعدين يلاقوا نفسهم متعثرين ماليا، مش لأنهم ما بيعرفوش يكسبوا، لكن لأنهم مش عارفين يخلوا الفلوس تشتغل لصالحهم. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو حسيت إنك استفدت شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك أي فكرة أو موقف مفيد ابعتهولنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو أنت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقات اللي جاية عشان كل فكرة أو معلومة بنحكيها ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. وعشان كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو أنا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.